السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. تحديث سريع بالنسبه لاسعار الذهب والدولار وايه المتوقع انه يحصل في مصر الفتره اللي جايه، وخصوصا بعد الصفقه الكبيره جدا اللي اتعملت مع الامارات بخصوص بيع منطقه راس الحكمه، والمبلغ الضخم جدا اللي هيخش لرصيد البنك المركزي هو 35 مليار دولار. بص، في البدايه كده حابب اقول لك حاجه بسيطه. مصر طبعا زي ما احنا عارفين عليها دين السنه دي بحوالي 42.3 مليار دولار، والدين الكبير ده بيستلزم برضو مبلغ كبير جدا بيتضاف على المصادر الدولارية لمصر الأهم، وهي قناة السويس وتحويلات المصريين والسياحة والتصدير. فاحنا محتاجين مبلغ كبير جدا على المبلغ ده عشان خاطر نقدر ان احنا نسدد عجز الفجوة الدولارية اللي موجودة عندنا السنة دي. المبلغ ده كده بالتقريب حوالي فرنج مثلا من 75 ل 80 مليار دولار، يزيد او ينقص، وده على حسب ايه الحسابات بتاعت السنة اللي فاتت. اما المصاريف بتاعتنا فبتزيد على المبلغ ده في رينج من 35 مليار لحد 40 مليار. دي بتبقى الفجوه التمويليه بتاعت الميزانيه الدولاريه او بتاعت الجزء الدولاري في مصر بالدولار. ف المبلغ ده هيكون مفيد جدا وهيفرق جدا في سد الفجوه التمويليه اللي احنا فيها الفتره دي. ولكن نقدر نقول ده حل مؤقت. ليه حل مؤقت؟ لان احنا زي ما قلنا اي مبلغ هيخش في اللحظه دي لازم يتم استغلاله في ان انت تبني اصول انتاجيه، مصانع او زراعه او صناعات تحويليه او اي مكان. شيء يدر عليك دخل بالعمله الصعبه، شيء يدر انتاج، والانتاج ده يقدر يكون مستمر وتقدر تكبره ويقدر يزيد معاك للسنين اللي جايه. تمام، فتبقى انت خلقت دراع او ايد او مصدر للعمله الصعبه يفضل مستمر معاك. انما احنا لو افترضنا ان احنا ان شاء الله هنكمل السنه دي على خير ومش هيكون في زياده مهوله في سعر الدولار، وان كنت عندي شك في الموضوع ده شويه، وده لسبب ما وهو الموازنه او الميزانيه العامه او الموازنه العامه بتاعتنا احنا الداخليه نفسها، ودي اللي فيها العجز الكبير شويه. فاللي اقدر اقوله انه توقع في الفتره اللي جايه دي انه الدولار زي ما احنا قلنا هيفضل يتارجح. يعني هو دلوقتي بنتكلم عن رينج 52 جنيه تقريبا في السوق الموازيه، فهيفضل يتارجح زي ما قلنا قبل كده بالظبط في منطقه ال 58 ل 63. الكلام ده ممكن يبقى كمان اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، ايا كانت الفتره. احنا بنتكلم في رينج مثلا شهر او شهرين على ما اعتقد انا، يمكن تزيد شويه. ولكن القصه كلها او المغزى كله في الموضوع ان الحكومه توفر سيوله دولاريه للمستوردين. لو الحكومه قدرت ان هي توفر سيوله دولاريه للمستوردين، حتى لو الدولار في الفتره اللي جايه بعد شهر رمضان اتعوم ووصل من 45 ل 50 جنيه في البنك على حسب تقرير جي بي مورجان، الفيصل في الموضوع ده ان يكون في سيوله دولاريه عند المعلم الكبير البنك المركزي المصري عشان يقدر يوفرها للمستوردين، فيبتدوا ان هم يبعدوا عن السوق الموازي، وبكده يحصل التوازن. فتلاقي السعر في رينج مقبول. يعني بدل ما السعر مثلا بيوصل ستينات، لا السعر يفضل اقل من الستين بشويه، مثلا يفضل 55، يعني نقول من 55 لحد 60 جنيه. انما لو انت ما وفرتش سيوله دولاريه والفلوس دي اتجهت لسد الفجوه التمويليه بتاعت الدولار من ناحيه الديون، وده الاقرب للتوقعات، ففي اعتقادي انه هنحافظ على مستويات ما بين ال50 لل60 لفتره اطول من الوقت. ولكن في الاخر هترجع المشكله تواجهنا تاني كمان فتره من الزمن، وليكن نقوله مثلا لحد شهر 9 اللي جاي، حد ما يجي معاد القسط التاني بتاع الدين اللي هو القسط الكبير اللي هو ب 32 مليار و8 من عشرة. فالموضوع الحقيقه مش واضح، ولكن انا نفسي اقدر اقول ان انا الفتره دي وتحديدا امبارح نزلت اشتريت دهب، لان لما تسعير الذهب او دولار الصاغه يبقى ب 53 جنيه والدولار في السوق الموازي يبقى 51 او 52 جنيه، فدي كلها مناطق شراء بالنسبه للدولار ومناطق شراء بالنسبه للذهب. فطبيعي ان انا اتوقع ان يكون في زياده هتحصل في سعر الذهب زي ما توقعت قبل كده. فانا الكلام ما فيهوش تغيير بالنسبه لي. الذهب زي ما احنا قلنا ما بين 3 ل 6 شهور، من شهر 3 اللي جاي لحد شهر 6 انا متوقع منطقه ما بين ال 4500 جنيه لحد 5000 جنيه. الدولار طول ما هو ما قدرش يكسر منطقه ال 63 جنيه ويستقر فوقيها لمده شهر او شهرين، خلينا شهرين للتاكيد،
طول ما هو ما كسرش منطقه 63 جنيه وقعد فوقها لمده شهرين، فهيكون لسه قدامه شويه وهيستقر شويه في المناطق دي. ولكن اعتقادي الكبير ان هو هيفضل في الرينج ده لفتره، من 55 جنيه او من 58 جنيه لحد 63 جنيه. مش لازم يرجع لها دلوقتي، ممكن يرجع لها كمان اسبوع، اسبوعين، 3، اي مكان. ولكن الصورة العامة الكبيرة ان احنا كسبنا وقت، والوقت ده ممكن يكون فيه حلول، وحلول معقولة. تحاول ان انت تدخل يعني اي صناعات، تحاول ان انت تركز على الصناعات، تحاول ان انت تطور في القطاع الزراعي، تحاول ان انت تطور في الاجزاء فعلا اللي ممكن تدر عليك عملة صعبة، الصناعات اللي هتجيب لك منتج حقيقي. ولكن مشروع سياحي هو مشروع حلو وهيدر دخل، وان شاء الله حتى لو ابتدى في 2025 وقعد 5 سنين في تنفيذه، 3 سنين، ايا كان الرقم اللي هيقعد فيه، عبال ما يدر الاستثمارات اللي بيتكلموا عليها اللي هو 150 مليار دولار. المشروع ده مشروع خدمي، مش مشروع انتاجي. احنا عايزين مشروع انتاجي، ولكن المشكلة ان المشروع ده اللي بيعمله هو المستثمر، فمن حقه يعمل اللي هو شايفه صح بالنسبة ليه. اذا كانت الامارات في بلدها نفسها بتركز على المشاريع الخدميه، المشاريع اللوجستيه، المواني، السياحه، التجاره والاستثمار، الصناديق الاستثماريه، فطبيعي ان دي طريقه تفكيرهم ودي طريقه تحركاتهم. اللي اقدر بس اكد عليه يعني الفتره دي، انه اي حد معاه ذهب ما يبيعهوش لاي سبب من الاسباب، الا لو انت ناوي فعلا تخليه لحد اخر السنه احتفظ بيه، ما تبيعهوش. خليك عارف انه كده كده انت مستثمر على المدى البعيد، لان انت بتبدل الذهب في الاغلب بالشهادات الادخاريه، فانت منتظر ربحك يا اما في نص السنه يا اما في اخر السنه. فاحنا على نفس النظره. والمفترض الحاجه اللي اقدر اقولها وتكون واضحه بالنسبه لي الفتره دي، انه لو في سيوله دولاريه باذن الله هتتوفر للمستوردين في الفتره اللي جايه، المفروض ان احنا نشوف قصادها في الشارع عينيا كده، نشوف انخفاض في الاسعار. لان المستورد اللي كان بياخد الدولار ب 65 جنيه فبيعلي قيمه المنتج، وبالتالي بيعلي قيمه هامش الربح، وبالتالي الكلام ده برضو بينعكس على تاجر التجزئه او تاجر الجمله وبعد كده تاجر التجزئه. فيبتدي المنتج ينزل لك بسعر مضاعف جدا، تلاقي الدولار يزيد 10% وسعر السلعه يزيد 30%، لان كل واحد بيجيبه بيحاول يحط هامش ربح على اللي تحتيه، يحط مارجن على اللي تحتيه. فالمفروض لما سعر الدولار يقل، لو فعلا ان شاء الله البنك المركزي يوفر سيوله دولاريه للمستثمرين، ده هيكون ايجابي لاسعار السلع وخصوصا السلع الاساسيه. يعني لو ان شاء الله في خطوه ايجابيه على الاقل لتوفير سيوله للمستوردين، لازم نشوف انعكاس ده على الارض، لازم نشوف انعكاس ده على الارض. اما بالنسبه لاي شيء تاني انا ما عنديش تعليق. الكل اللي اتمناه ان يعني اتمنى الخير اكيد، اتمنى اسعار الحاجه تهدى شويه، اتمنى الفلوس دي تتحط في مصاريفها الصح، اتمنى انه اي حد يعني عنده بيزنس او عنده شغل يلاقي استقرار لاسعار الخامات واسعار المواد اللي بيشغل بيها شغله لفتره كبيره من الوقت، عشان يقدر حتى هو يعرف راسه من رجليه، بيصرف كام، بيكسب كام، بيقدر يوفر كام، يقدر يكبر البيزنس ده قدامه. لا اتمنى يعني. ف احنا عندنا فرصة، انا مش شايفها فرصة كبيرة، شايفها فرصة ضعيفة، ولكن هي فرصة، مبلغ ضخم داخل ولازم يتم استغلاله بشكل كويس. والكلام ده هيبان بسرعة جدا في خلال الشهور اللي جاية، هيبان انعكاسه على الاسعار السلع الاساسية والمنتجات، وهيبان انعكاسه على استقرار سعر الدولار تحت 60 جنيه لفترة كبيرة من الوقت. زي ما افترضنا ان هو لو طلع فوق 63 هيكمل المناطق اللي قلنا عليها، 63 او 63، بعد كده 68، بعد كده 76، بعد كده 82، بعد كده 105. لو قدر البنك المركزي ان هو يفرمله تحت منطقة 63، فتوقع ان هو ده المفروض يكون ايجابي على اسعار السلع. بس كده، انا ما عنديش حاجة تانية اقولها. اللي معاه دهب يحتفظ بيه، اللي معاه فلوس دلوقتي ده من انسب الاوقات اللي ممكن تشتري فيها دهب. انا نفسي اشتريت دهب اليومين دول، وربنا يبارك لكم كلكم في فلوسكم وفي تجارتكم.
ما عنديش حاجة تانية اقولها. يعني انا اصلا ما كانش عندي حاجة اقولها من الفيديو اللي فات، ولكن طالع كده بفضفض معاكم، بتكلم بشوية افكار في دماغي، لعل وعسى ان هي تكون مفيدة لاي شخص يعني محتار او متلخبط او كده. ولكن الاطار العام ان انت لازم يكون عندك اقتصاد انتاجي. مفيش مشكلة يكون في جزء خدمي، تستغل السياحة، تستغل القطاع العقاري، تستغل اي مكان اللي الخدمة اللي تقدر تقدمها، القطاع اللوجستي بتاع المواني بتاع قناة السويس. ولكن لازم يكون عندك انتاج. لو ما عندكش انتاج فانت طول الوقت في مشكلة، وهتقابلك المشكلة نفسها السنة الجاية مع باقي اقساط وفوائد الديون الجديدة. فلازم تفكر في ده. واحنا دلوقتي بنتكلم كناس كلنا في مركب واحدة. بس كده. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم.